لازم اكلم الشعب حالي، على الله الاقيه موجود. يا شعب يا حبيب، قرار ديكتاتوري رقم 7 يلغي القرار 6، وهو ارهاصه بالقرار 8. ومن اجل اصلاح مسار المرور وانهاء مشكله التكدس السكاني نهائيا، قررنا جعل الشوارع كلها اتجاه واحد عشان اللي يروح ما يرجعش. جعلني الله سخرا للوطن. ايه ده؟ الجماهير فرحانه. دلوقتي لازم اعلن التشكيل الوزاري فورا. وبالمناسبه انا غيرت كلمه الوزاره وهسميها المسؤوليه. ليه؟ مش عارف، انما بما ان النظام الدولي في كل دول العالم بيسموها وزاره، انا اسميها مسؤوليه. ما احبش يتقال اني بقلد حد. لكن هتختار المسؤولين ازاي؟ ده احنا ما نعرفش حد هنا، اللي ما في واحد عبرنا غير الشيال اللي شلنا الشنط في المحطه. اهو ده اخترته كبير المسؤولين. الشيال؟ ايوه، هيشيل عننا بلاوي. اسمه شيحة. السيد شيحة. خليه يرقص. اتفضل. سعادة الدكتاتور، مرحبا بك يا شيحة في القصر الدكتاتوري. أرجو أن تتعاون معنا من أجل ازدهار الشعب الأنتيكي. ربنا ينصرك على مين يا عديد. أنا جبت لسعادتك شوية رجالة بقى إنما آخر جدعانة ويخدموا بعينيهم، وده كشف بأساميهم. القصة بقت ليس؟ أيوة يا فندم. طيب. اليوم اتفضل. ادخل يا عادي عاطل أنت أهو بسرعة. مرحبا بكم في القصر الدكتاتوري. استرح. أنتم الصفوة اللي فضلت في قعر المصفى. أنتم الزبالة، الزبد اللي هتمسكوا المراكز الخالية في البلد. اللي يسمع اسمه تقدم. السيد الدكتور سأسأ مأمأ. أفندم سعادتك. انت هتمسك الخارجية وهسميها مسؤولية الجيران. عايزك تقطع علاقتنا بكل الجيران اللي حواليك. الشاويش هوبا ها. ايه ده؟ عسكري المرور اللي عدتنا والاشاره حمراء. تمام يا فندم. وعشان الجميل الكبير ده يا ابني انا مسكتك في البلد الامن والامان، وهسميها مسؤولية الغفار. عايزك تقبض لي على طارق محمد وطارق حسن وطارق احمد وطارق السيد وطارق عبد العزيز وطارق عبد العال. ليه يا فندم؟ قانون الطارق. انا مش اقل من بلاد كتير عامله قانون طارق. حاضر يا فندم. وفي 2 بالذات عايزك تقبض عليهم فورا. مين يا فندم؟ طارق خليل وطارق يحيى. فاهمني ولا لا؟ حاضر يا فندم. السيد الاستاذ الجليل العلامه الاستاذ جيفا رمة. ايوه يا فندم. بتكدهية والله مش عارف يندهلك باسمك ولا باسم ابوك. يلا الاتنين انيل من بعض. قول لي اللقب، اسم الجد. النكر. ده انتوا عيلة قذرة. لا، اسم ابوك ارحم. شوف يا رمة، شوف يا رمة يا ابني، انت احسن حاجة تمسكها في البلد دي الاقتصاد، وهسميها مسؤولية الارطمة. وشوف انت بقى ارطمة وماسكها مين؟ لا، ابن النجد السيد بغبغ. خلاص همسكك التعليم. ماشي والله ما عندي مانع. بقول لك ايه؟ المفروض يبقى عندك مسؤولة ست عشان ما يقولوش عليك راجعي. مش هدخل حكومتي ستات اطلاقا. ليه؟ ودول اعمل فيهم ايه؟ ما دول هلبسهم طرح قريب. اتفضلوا.